فجر يوم الأحد بتاريخ 15/6 الساعة 3 أكتر من 160 ألف بني آدم محاصرينك من كل مكان. مقفول عليك استاد هارد روك بأمريكا من كل البيبان، كلهم في صوت واحد بيقولوا ميسي ميسي ميسي. بس استنى لحظة، انت مش عارف انا مين؟ انا الاهلي، بطل افريقيا والعرب اللي مسيطر على كل كبيرة وصغيرة. انا الاهلي اللي تاريخي كبير ومشرف بلدي في كل المحافل الدولية. انا لا بيفرق معايا لا امريكا ولا شيكا بيكا. الماتش ده مش مجرد 90 دقيقة، ده تاريخ، تحدي، وفرصة نثبت فيها ان افريقيا مش قارة ضعيفة، وان الاهلي مش بيخاف من اي اسطورة حتى لو كان اسمها ليو. يا مساء الخير والجمال، يا مساء التكتيك والاجوال. معاك احمد حسن، ودي الحلقه الثانيه من تغطيتنا للمونديال. امريكا 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 شيكا بيكا. فوقتنا اللي فاتت دي. بطل افريقيا اللي جاي من الباب الكبير في مواجهه صاحب الارض والجمهور والضجه الاعلاميه والتسويقيه وترابيزات بلياردو وبنج. بطولة مهمة جدا بتجبر كل فريق ان هو يقدم مستوى يليق بافتتاح اول بطولة فريدة من نوعها لأول مرة في التاريخ. النادي الاهلي بتاريخه الكبير وانتر ميامي بليونيل ميسي. كريم الحلوات عمرو الجبلوت نقصت والباقي جولاي انا بدراعي مش بكلاي قادر اسكن خصم عناية رب الصرف ساترها معايا. خلينا نتفق ان الاهلي مش رايح يهزر، مش رايح ضيف شرف. الفريق دخل سوق الانتقالات صح بغباء، دعم صفوفه بغشم. مجلس الاداره ما بيهزرش، لعيبه مدربين، يمشي اساطير ما عندوش مشاكل، هو يدفع ملايين في لعيبه المنافسين، واي نوت. المهم انا جاي اعمل حاجه واقول لك على الكبيره. الجماهير بتنافس على اللقب، والله الجماهير عاوزه اللقب. تخيل جمهور الاهلي دايما طموحه كبير، لا فرق معاه لا ريال مدريد ولا ميسي ولا بورتو ولا حتى تقول لي مركز شباب الجماليه، والهدف تحقيق اللقب بروح الفانلة الحمراء. فما كانش سهل ابدا على الجمهور رحيل علي معلول وعمرو السوليه او اكرم توفيق ورامي ربيعه، لا دول عادي، واستبعاد كريم نيدفيد من القايمه وتقريبا مش هيكمل بعد البطوله. ده انت غربلت الفرقه يا خطيب. ما تقلقش يا كابو الدرجه الثالثه، بيبو عامل تدعيمات برضو من نار. ده احنا عندنا جراديشار واشرف بن شرقي واحمد رضا ومصطفى العش وتريزيجيه، حمدي فتحي، اليو ديانج وبن رمضان. اوعى تنسى بيكهام، والصفقه اللي اثارت الجدل في 100 عقبه احمد السيد زيزو. بس صفقة بيكهام دي حكاية، أنا نفسي أشوف رد فعل ديفيد بيكهام الحقيقي لما يسمع إن في بيكهام في التشكيل في أرض الملعب. بيكهام جاي يشوف بيكهام اللي بيلاعب فريق صاحبه اسمه بيكهام. بس إيه كل الصفقات الجامدة دي؟ إحنا هنعمل إيه باللعيبة دي كلها؟ هو أنتوا بتجيبوا أصلا الفلوس دي كلها منين؟ سيبك بقى من الرسميات وشخصية البطل، أصل عندهم ميسي، أصل عندهم مش عارف إيه، الكلام ده كله ما يأكلش عيش. أمريكا أصلا ما فيهاش كورة، دي حتى عندهم اسمها سكر، واللعبة رقم واحد عندهم هي الأمريكان فوتبول. شفت بوشكاش محفوظ وهو ماسك زينة ملحسها الارض عشان تجيب جون؟ هي دي يعني اصلا مفيش مستوى. الدوري الافغانستاني ممكن يكون على مستوى اعلى من الفرق هناك، وده هتاخد بالك منه لو فكرت تتفرج على ملخصات انتر ميامي في الدوري هناك. روح خد جوله واتفرج وبقى تعالى قول لي رايك. ده غير ان النصر السعودي في بدايه الموسم طرقعهم 6 مع الرأفة في موسم الرياض. انا سامع ان في كاس عالم هيتنظم قريب في السعوديه، مش محتاجين مذيعين طيب ولا ايه؟ لا ولا مراسلين حتى، طب اي حاجه. واهمهم هي اللعب على المرتدات والمساحات. في الغالب الفريق ده مش عارف مدى مستواك المنطقي والطبيعي، لانه لا بيلعبك ولا عارف لو لعبك انت عامل ازاي. من المؤكد انه هينزل هيكون بيهاجم. هو منطقيا مفيش فرقه بشكل عام هيكون فيها ميسي وهتدافع، ونظرا لانهم عواجيز فريق دار مسنين. ده اصغر لاعب في خط الهجوم عنده 36 سنه، فدي فرصه ذهبيه لتريزيجيه وبن شرقي ووسام ابو علي وامام عاشور، وربنا يسترها عليهم انك تطرقعهم 6 مع الرأفة انت كمان، خاصة ان دفاعهم وحش جدا اصلا. تخيل جوردي ألبا بيفتح سبرنت مع تريزيجيه اصلا عشان يلحق يجيبه. انت عارف عنده كام سنة جوردي ألبا ده؟ بس خلي بالك الاهلي لو ما استغلش اول ماتش وعرف يكسب هيبقى بيضيع على نفسه فرصة كبيرة جدا انه يصعد لأبعد مكان ممكن، لأن مش منطقي إنك تاكل عيش مع بالميراس والكرة البرازيلية وعندك بعدها بورتو اللي مفيش مقارنة في المستوى. أيا كان برضو أنت بتعرف تجاري الناس دي ولا لأ، دلوقتي بقى في فرق مستويات، وبغض النظر عن التدعيمات فكرة إنك تخسر نقطة في التانية في التالتة فمعنوياتك آخر ماتش مش هتكون في التمام. فأنت لخص حالك، أبوس إيدك واكسب بدري بدري، وما تخليش كابتن رضا عبد العال يشمت ويفرح فينا. قالك منتخب مصر في روسيا هيرجع حصالة وبيكررها تاني وبيقولك الأهلي الموسم ده مش هيعمل اي حاجه،
وهيرجع برضه في نفس الحصالة. في النهاية افريقيا قدامها فرصة لاظهار انها مش قارة سهلة، والاهلي كالعادة اكيد جعان انجازات، وكل لاعب دلوقتي بيفكر هيتقال عليه ايه بعد الماتش. المانشات اللي هينزل تاني يوم وانا مأكل ميسي النجيلة. ممكن تلاقي دلوقتي امام عاشور بيذاكر على اليوتيوب طريقة تلبيس بوسكيتس كوبري. حدث تاريخي وكبير، مباراة مهمة، افتتاح مهم، ولازم كلنا نقف في ظهر النادي الاهلي لانه بيمثل مصر. مصر الجوامع، مصر الكنايس، مصر المزارع، مصر المصانع، مصر المقصة. دلوقتي السؤال الأهم، هل الأهلي قادر يقف قدام ميسي ويوريه مين هو سيد الكرة الإفريقية؟ ولا الماتش ده محسوم بدري زي ما الناس كلها متوقعة؟ اكتب لي تحت في الكومنت توقعاتك للنتيجة. مين النجم اللي متوقع انه يلمع مع الأهلي؟ أبعد نقطة ممكن يوصل لها الفريق في كأس العالم. واستناني في الحلقات الجاية عشان هغطي معاك البطولة أول بأول. ما تنساش اللايك والشير والكومنت وأي حاجة منك حلوة، لأن ده اللي بيخلي الحلقات تتشاف. مش هتكلم تاني يا عم، وادي السكريبت اهو بالراحة اهو، مش زي المرة اللي فاتت تاني اهو. سلام.